هل تتخيل أن سرية كاملة من 43 جنديا من خيرة أبطال الجزائر قاتلت حتى آخر طلقة ولم ينج منهم أحد؟ اسمع القصة التي لا يعرفها كثيرون. تمر اليوم الذكرى 22 لاستشهاد 43 بطلا من خيرة أبناء الوطن، من بينهم 39 مظليا من أفراد السرية الثانية التابعة للفوج الخامس مظلي مغاوير 5E RPC، و4 من عناصر الحرس البلدي والدفاع الذاتي. وقعت الحادثة في 3 من جانفي سنة 2003 بقرية إكلفن التابعة لبلدية تيغرغار دائرة منعة ولاية باتنا. في ذلك اليوم الأسود وقعت السرية في كمين إرهابي محكم دبره كل من عبد الرزاق البارة وبلعور. تم استدراجهم إلى خندق مفخخ وسط تضاريس وعرة، وفي مساء شتوي قاس بدأت المعركة التي ستخلد في ذاكرة الجزائر. استخدم الإرهابيون أسلحة خفيفة وثقيلة، وكان الكمين محكما من الناحية العسكرية، لكن أبطال السرية لم يتراجعوا، قاوموا ببسالة نادرة وقاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، سطروا بدمائهم صفحة من أنبل صفحات التضحية. انتهت المعركة باستشهاد المجموعة كاملة، لكن ذكراهم لم تنتهي، بل أصبحت رمزا للوفاء والشجاعة. تذكرنا أن الأمن الذي نعيشه اليوم لم يكن صدفة، بل كان ثمرة دماء طاهرة ضحت لتبقى الجزائر واقفة. مرت السنوات، لكن القلوب ما زالت تنزف فخرا وحزنا معا. هؤلاء الرجال اختاروا الشهادة عن وعي، قاوموا الإرهاب ودفعوا حياتهم ثمنا لكرامة الوطن. بفضلهم وبفضل أبطال الجيش الوطني الشعبي تنعم الجزائر اليوم بالأمن والاستقرار. رحم الله الشهداء الأبرار، وحفظ الله رجال الوطن الأحياء. ستبقى جبال الجزائر شاهدة على صمودهم، وستظل صورهم محفورة في ذاكرة كل جزائري حرة، لأن الأبطال لا يموتون، بل يعيشون في ذاكرة الأمة إلى الأبد.